هنعمل النهارده مع بعض الجاتو الاقتصادي ببيضه واحده بس. هنعمل الجاتو القمر اللي انتوا شايفينه ده، هش وخفيف وطري جدا، وصوص الشوكولاته معمول من غير حته شوكولاته. وهتنسي بقى انك تشتريه تاني من بره. ولو اول مره بتشوفي القناه وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفعلوا الجرس واعملوا شير كمان عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنا في الخلاط كده هنعمل صوص الشوكولاته، كوب من الحليب او كوب من اللبن ويبقى بدرجه حراره الغرفه، كوب من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، ومعانا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. واحلى كاكاو خام تجيبيه اللي هو الاسباني. ومعانا كمان معلقه كده صغيره من القهوه او اللي هو البن اللي احنا بنشربه، ما عندكيش منها ممكن تضيفي معلقه كده صغيره من النسكافيه سريع الذوبان. يعني بيودي الجاتو بتاعك كده في حتة تانية خالص، والطعم بتاعها بيبقى خطير فعلا. وهنحط كده رشة من الفانيليا، ونضرب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا. بصوا، هو دلوقتي بقى هناخد كده كوباية من صوص الشوكولاتة ده، وهنشوف هنعمل بيها ايه في باقي بقى ايه الوصفة بتاعتنا. ناخدها كده ونحطها بقى ايه على جنب دلوقتي. بصوا بقى القوام بتاع الصوص بتاعنا كده قوامه حلو ومظبوط. باقي الصوص بقى الشوكولاته اللي في الخلاط هنضيف عليه بيضه بدرجه حراره الغرفه، ومعلقه خل كبيره، ورشه من الفانيليا. ممكن فانيليا السايله دي، وممكن الفانيليا العاديه البودر، مفيش مشكله. ونضربهم برده كويس جدا في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى جاهز كده الخليط معايا. هبتدي بقى ان انا احضر الدقيق. هنا هيبقى معايا كوب ونص من الدقيق، وباكو من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهبتدي بقى ان انا كده ايه هنخلهم مع بعض. وهقلب كده الدقيق مع البيكنج باودر علشان اضمن ان البيكنج باودر كده اختلط مع الدقيق بتاعي. هاخد بقى الخليط اللي في الخلاط اللي احنا عملناه بالبيضة ده اللي باقي الصوص، وهنزل عليه كده بالدقيق وهقلب. واهم حاجة التقليب بتاعك كده يبقى في اتجاه واحد، وتلمي من الجناب كده ومن تحت، والتقليب بتاعك يبقى من تحت لفوق كده. وبعد كده بقى هنا الخليط اللي احنا عملناه مع بعض مع الدقيق ده تقيل معايا شوية. هاخد حبة مية كده في الخلاط، وهبتدي احركهم كده في الخلاط من مكان الصوص اللي احنا عملناه، وهبتدي احطه كده على الدقيق والخليط اللي عملناه مع بعض. كده هو تقيل لسه برضو معايا. هبتدي احط حبة كمان. هتعرفي ازاي ان هو بقى الخليط مظبوط كده معاكي بتاع الجاتو او الكيك؟ لما ينزل معاكي كده بسهولة من المضرب. هنا بقى صينية مقاس 26 او 24 مدهونة بالسمنة ومتبطنة بالدقيق، ابتدي احط الخليط بتاعي كده، وهسويه بقى في الصينية زي ما هتشوفي كده. وهتدي للصينية بتاعتك خبطتين، وتبقي مجهزة الفرن بتاعك على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص، وبتبقي مشغلة الفرن من تحت. مدة التسوية نص ساعة بس. وبعد نص ساعة بتطفي بقى عليها الفرن وبتستوي معاكي خلاص. تطفي الفرن وتسيبيها جوه الفرن بعد ما تطفيه حوالي كده دقيقتين عشان ما تهبطش منك. وبعد كده تطلعيها بقى ونسيبها تبرد. هنا بقى هنعمل الكريم جانتيه اللي هنحطه كده من على الوش. نص كوب من الكريم جانتيه، ونص كوب مية او نص كوب حليب يبقى متلج. المية او الحليب تبقى متلجة، ومعلقتين من السكر، ورشة من الفانيليا. وهضربه بقى من المضرب كده لحد ما القوام بتاعه هيتقل معايا كده وبيتضاعف زي ما انتوا شايفينه. وهاخد كده معلقة كبيرة من الصوص الشوكولاتة ده، وهضيفه على الكريم جانتيه. حابة تضيفيه ضيفيه، مش حابة براحتك، بس عطلها طعم جميل جدا. حابة تخليه ابيض زي ما هو عادي. وهقلبهم كده بقى مع بعض، ونقلتها في بولة تانية وحطها بقى في التلاجة. الكيك بتاعنا بقى القمر او الجاتو القمر اهو. بعد بقى ما بردت خالص معايا كده، هبتدي ان انا ايه هخرمها كده بالشوكة، عشان دلوقتي هنعمل لها تشريبة كده حلوة هتديكي بقى تبقى زي الجاتو، تبقى هشة كده وبتدوب في البق في منتهى الجمال. بصوا بقى معانا هنا نص كوب حليب او لبن بيبقى دافي. ومعايا هنا، وهاخد بقى من صوص الشوكولاتة ده معلقة كده صغيرة، وهقلبها كده مع الحليب ده او اللبن. بعد بقى ما قلبتها كده هاخدها بقى وهحطها كده ايه على وش الجاتو كده بتاعنا من فوق زي ما انتوا شايفينها كده اهي. بقى هسقيها بيها كلها. خلاص كده بقت جاهزة بقى معانا. هنا بقى الكريم جانتيه بعد ما زي ما قلت لكم نقلتها في بولة تانية كده وحطيتها في التلاجة شوية. هبتدي بقى ان انا هفردها كده كله كله كده على الوش بتاع الجاتو بتاعنا اهي.
وهبتدي بقى ان انا هساوي فيها عشان تديني بقى ايه شكل حلو كده، ولما نيجي نقطعها يبقى شكلها حلو معانا. بصوا سويناها بقى اهي خلاص. هناخد بقى الصوص الشوكولاته كده وهنبتدي ننزل كده على الجاتو بتاعنا بقى فوق الكريم جانتيه كده زي ما انتي شايفاها اهي. وهبتدي برضو ان انا ايه هسويها. بصوا انا نزلتها كده وبعد كده سويتها بقى بالمعلقه كده من فوق زي ما انتوا شايفين الجمال ده. وتحطيها بقى في التلاجة كده شويه عشان تتقطع معاكي كده بسهوله وتبقى حلوه زي ما انتي شايفاها. وتبقى كده قطعه الجاتو كده زي ما هي كده بحالها زي ما انتي شايفه الجمال بقى. وبصوا مرتفعه وهشه وفي منتهى الجمال. والكريم جانتيه بصوا فيها يعني لونه عامل ازاي، والشوكولاته بتاعتنا بصوا بقى جمالها عامله ازاي. والجمال ده كله عملناه ببيضة واحدة بس وبكوباية ونص من الدقيق، وعملت كمية حلوة معانا. بصوا بقى نقطعها بقى مع بعض بقى قطعة الجاتو القمر دي. بصوا الجمال. بصوا طرية جدا وهشة قوي وبتدوب كده في البق. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي بقى اللايك، ولازم بقى تجربوا الوصفة الجميلة الحلوة القمر دي اللي عملناها مع بعض النهاردة. وتكتبوا لي بقى في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة الحلوة دي. واستنوني بقى في فيديوهات جديدة. مع السلامة.